أصدقائي في القناة وأولاد حبايبي تيمور وطارق، معانا باراجرافات 6 ابتدائي الترم التاني منهج كونكت. يلا نذاكرهم سوا. Artifacts، قطع أثرية. We have a lot of artifacts in Egypt. إحنا عندنا قطع أثرية كتيرة في مصر. Egypt has a hot dry climate. مصر تتميز بجوها الجاف الحار. It's good for preserving all artifacts. وده بيساعدها علشان تحافظ على القطع الأثرية. The weather of Egypt kept them in a very good case. الجو في مصر حافظ على القطع الأثرية وخلاها في أحسن حال. The ancient Egyptians، المصريين القدماء، made the pyramids from granite. المصريين القدماء صنعوا الأهرامات من الجرانيت. It's a very hard and durable stone. حجر الجرانيت هو حجر صلب جدا. It could last for a very long time. وبيدوم لمدة طويلة جدا. metal يعني المعدن. تعالوا نذاكره سوا. The ancient Egyptians traded with other countries. المصريين القدماء تاجروا مع دول تانية. And metal was one thing they traded. والمعدن هو حاجة من اللي كانوا بيتاجروا بيها. They found metal in rocks. هما كانوا بيلاقوا المعدن في الصخور. Metal was harder than stone. المعدن هو كان أقوى أو أصلب من الحجر. They melt it. هما سيحوه and form it وشكلوه into different shapes في أشكال مختلفة. They used it to make tools and weapons. استخدموه في صناعة الأدوات والأسلحة. For hunting، للصيد and growing plants، وزراعة النباتات. They used gold and silver. استخدموا الذهب والفضة for making jewelry، علشان يصنعوا منها مجوهرات. iron الحديد. The ancient Egyptians used copper and bronze before iron. المصريين القدماء استخدموا النحاس والبرونز قبل ما يستخدموا الحديد. They started using it. هما بدأوا في استخدامه more than 5000 years ago. من أكتر من 5000 سنة. It was difficult to work with it. كان من الصعب إن هما يستخدموه ويتعاملوا معاه. Because it needs a very hot fire to melt. لأن الحديد محتاج نار قوية جدا علشان يسيح. Ancient Egyptians craftsmen، الحرفيون المصريين القدماء، made tools for hunting animals and fish from iron. صنعوا أدوات الصيد عشان يصطادوا بيها الحيوانات والأسماك من الحديد. They also mined iron from the ground. هم أيضا نقبوا عن الحديد من الأرض. يعني كانوا بيكتشفوا الحديد في الأرض. Animals، الحيوانات. The ancient Egyptians، المصريين القدماء، loved a lot of animals. حبوا كتير من الحيوانات. And kept them as pets. واحتفظوا بيهم كحيوانات أليفة. They believed that، هم اعتقدوا إن cats looked after them. إن القطط بتعتني بيهم. And kept them safe. وبيخلوهم أمنين. They liked cats
هم حبوا القطط. They kept rats away of their houses. القطط كانت بتحميهم من الفئران وتبعدهم عن منازلهم. Farmers liked cats. الفلاحين حبوا القطط. They helped them. هم ساعدوهم to get rid of rats. إن هم يتخلصوا من الفئران. And keep their grains safe. ويحافظوا على الحبوب بتاعتهم آمنة. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك. شكرا جزيلا. Thank you so much. أصدقائي في قناة وأولاد حبايبي تيمور وطارق، معانا باراجراف جديد من منهج 6 ابتدائي كونكت. favorite toy، لعبتي المفضلة أو اللعبة المفضلة. When I was young، لما كنت صغير my favorite toy was my skateboard. لما كنت صغير كانت لعبتي المفضلة هي السكيت. I loved going to the park and playing with my friends. حبيت قوي إن أنا أروح الحديقة وألعب مع أصحابي. They had skateboards too. وكان عندهم برضو سكيت. And it was really good fun. وكان بجد الوقت بيبقى ممتع جدا. My skateboard was black. السكيت بتاعي كان لونه black أسود with yellow and orange stickers on it. وكان عليه stickers لونها أصفر وبرتقاني. I had to wear a helmet and knee pads. والمفروض إن أنا كنت بلبس خوذة وواقي للركبة. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك علشان يوصل لكل الناس والكل يستفيد، واللي مشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك. شكرا جزيلا. Thank you so much. favorite game، لعبة مفضلة. When I was young، لما كنت صغير I used to play hide and seek with my friends. لما كنت صغير كنت متعود ألعب استغماية مع أصحابي. It was my favorite game. كانت لعبتي المفضلة. Most children love playing hide and seek. معظم الأطفال بيحبوا يلعبوا استغماية. They are very good at hiding. وبيعرفوا يستخبوا كويس جدا. They can hide for a very long time. ويقدروا يستخبوا لمدة طويلة جدا. They can hide behind trees. يقدروا يستخبوا ورا الأشجار. They play it in the parks. وبيلعبوها في الحدائق. ecotourism. ecotourism اللي هو السياحة البيئية. ecotourism السياحة البيئية is a way of traveling that doesn't damage the environment. السياحة البيئية هي السفر والرحلات اللي هي مش بتدمر البيئة. And it's also designed to protect nature. واتعملت السياحة البيئية علشان تحافظ على الطبيعة. People can stay in simple houses and they mustn't travel in ways that cause lots of pollution. الناس تقدر إن هي تقعد في بيوت كده بسيطة ومش لازم إن هم يسافروا كتير ويروحوا أماكن فيها تلوث وكده، يستمتعوا بالطبيعة، يقعدوا في مكانهم بيستجموا بالطبيعة. Ecotourism is a good way for people to respect nature. والسياحة البيئية هي وسيلة جيدة لاستمتاع الناس بالطبيعة. A good citizen، مواطن جيد. There are lots of ways to be a good citizen. في طرق كتيرة علشان تبقى مواطن جيد. You can volunteer to help your community. ممكن تتبرع علشان مجتمعك. community مجتمعك. Be polite، كن مؤدب.
and kind to your neighbors. خليك مؤدب وكن حنين أو عطوف على جيرانك. help people who are old or sick. ساعد الناس لو كانوا كبار في السن أو مرضى. call your neighbors to ask how you can help. اسأل جيرانك لو هم محتاجين مساعدة منك وإزاي تساعدهم. You can offer to do their shopping. ممكن تعرض عليهم إن أنت تجيب لهم طلباتهم، تتسوق لهم. or do jobs for them at home. أو تعمل حاجات مكانهم في البيت.